وتاخد حسنات من هنا، وكل لما تزيد وتعلى حالة التجلي تزيد وتبقى متدين أكتر. هي الناس بدأت إزاي تشرب مخدرات؟ وإمتى الموضوع تحول من نبات عادي لمخدر؟ في الحلقة دي هنعرف التويستاية اللي في قصة حياة الحشيش. لو جبنا الحكاية كده من أولها هنوصل لحد الصين، ودول هم أول شعب عرف الحشيش. بس في الأول اتعاملوا معاه على إنه نبات عادي، وكانوا بيصنعوا منه ألياف الحبال والأسبتة والشنط. بس أنا وإنت عارفين وبأمارة كوفيد 19 إن الشعب الصيني بيجرب ياكل أي حاجة. يعني أي حاجة هيكتشفها سواء حيوان أو نبات لازم يستخدمه في الصناعة وفي الأكل وفي الشرب. وده بالظبط اللي حصل في نبات الحشيش. أول ما شافوه ما حلوهوش وبدأوا إنهم يجربوا يشربوه، ولاحظوا إن اللي بيشربه بيبقى رايق كده وهاي ومعلي الحياة خالص، فقاموا سموه واهب السعادة. والموضوع بدأ ينتشر بقى في الدول المجاورة لحد ما راح للهند، وهناك سموه مخفف الأحزان. وفضل بقى الحشيش يتنقل من حضارة للتانية ومن ثقافة للتانية على مدار السنين لحد ما وصل لنا بشكل الجب اللي احنا عارفينه. بس في الوقت ده كان خلاص العلم والدين قالوا كلمتهم. الدين قال ان اي حاجة بتذهب العقل من المسكرات وحرام، والعلم قال ان الحشيش بيذهب العقل، اذن فهو حرام. لحد هنا احنا كلنا تمام واظن متفقين مع الكلام ده، بغض النظر بقى احنا بنحط روج ولا ما بنحطش. سنة 62 نزلت أغنية لشاب اسمه بوب مارلي، وبوب مارلي كانت طريقة غناء مختلفة تماما عن اللي حواليه. كان أيامها بقى الجاز والبلوز، وهو كان بيغني بطريقة كده غريبة. بس الصدمة بقى لما أغانيه دخلت المجتمع العربي. وطبعا انتوا عارفين المجتمع العربي ما بيسيبش حاجة في حالها، لازم نعرف المغني ده أصله إيه، فصله إيه، اسمه إيه، بيعبد إيه. واكتشفوا إن بوب مارلي ما بيعبدش حاجة، ملوش ديانة، ولا هو مسيحي ولا هو يهودي ولا هو مسلم. أمال هو إيه؟ بوب مارلي واستغفر الله العظيم يا رب كان بيعبد الحشيش زي أحمد فؤاد نجم كده. مع احترامي طبعا للفجومي، انا عارفه ان هو ما كانش بيعمل كده حرفيا، بس احمد الفجومي كان بيحب الحشيش اكتر من عياله ومراته وامه وابوه. خلونا بقى نرجع لبوب مارلي. بوب مارلي اتولد كاثوليكي عادي لأسرة كاثوليكية متدينة، بس بعد ما كبر وبعد ما بقى اكتشف انه ليه عقل بيفكر بيه، للأسف ما فكرش بيه وبقى بينتمي لعقيدة ظهرت في جامايكا سنة 1930. والعقيدة دي كانت أهم فريضة فيها هي شرب المخدرات، وبالتحديد الماريجوانا. وكان في رأي الناس اللي أسسوا العقيدة دي إن شرب المخدرات هيساعدك توصل لحالة تجلي هتخليك توصل للنفس الإلهية أكتر. استغفر الله العظيم. وكل ما هتشرب وتبقى هاي أكتر كل ما هتبقى متدين أكتر. حلوة والله العقيدة دي، بيدخلوك الجنة بالحشيش. وعمنا بوب مارلي بقى كان بالنسبة لهم شيخ في العقيدة دي. ده ما كانش بيشرب في اليوم مرة ولا 2 ولا 3 ولا حتى 5، ده كان بيشرب يجي 12 جوب حشيش في اليوم. لا والله برافو عليك يا مولانا. لدرجة ان بوب مارلي لما كان بيغني في امريكا، وكان طبعا ممنوع نهائي يطلع بحشيش على المسرح، كان بيخبيه في شعره. ما هو انا نسيت اقول لكم، بالنسبه للناس اللي مش عارفين شكل بوب مارلي، فهو شعره عباره عن بلح طويل كده، بلح، فكان بيخبي فيه الجبات جوه البلحيه كده، يخبي الجب وهو طالع على المسرح. واول ما يبدا الغنى، وطبعا علشان يجيت هاي ويعلى ويروق، كان بيطلع الجب ويبدا يشرب فيه وهو على المسرح. وزمان زي ما قلت لكم الناس كانت بتعتبر بوب مارلي ده شيخ العقيده الحشيشيه. باي ذا واي ده اسم من عندنا، هي ملهاش اسم. بس تفتكروا دلوقتي لو بوب مارلي فضل عايش كانت برضو الناس هتفضل تقدسه وتحترمه ولا كانوا هيكرهوه؟ وما تنساش لو انت من متابعي عقيدة بوب مارلي تبقى تقولي بتقضي منين. كنت معاكم حبيبة سامح، واستنوني في تويستاية تاريخية جديدة.